هيا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحيته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهارده بقى هنعمل البانكيك. البانكيك ده وصفه يعتبر ده السهل الممتنع بجد، يعني بيكون سهل. ويعني بنعمله كده لما نحب نروق على نفسنا، نفطر فطار خفيف او نحلي تحلية خفيفة كده ما تاخدش معانا 5 دقايق بالظبط. يعني بنعمل الخليط وبعدين في الطاسة كده على طول. حقيقي خفيف قوي وحلو وسريع. وكمان بأي منكهات، عندنا بقى شوكولاتة، الميبل سيرب بتاعه، اي فواكه. بجد بيمشي معاه اي حاجة موجودة عندنا، وبيبقى حلو قوي في اي وقت، ويعني حاجة سريعة كده. انا بصراحة بحبه قوي وبحسه كده منقذ في اي حاجة. يعني حسيت كده عاوزة اكل حاجة حلوة او جعانة مثلا، فهو بيكون المنقذ الوحيد. اول حاجة معايا 3 بيضات بحرارة الغرفة، ومعايا باكت من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هضربهم كده ضربة خفيفة. انا مش هضرب واعمل بقى يعني سبونج كيك وكده، لا هي بس ضربة خفيفة كده، ممكن بالمضرب اليدوي عادي. وضفت 5 معالق كبار من السكر. برضو كل ما اضيف مكون بضرب كده ضربة خفيفة. وضفت بقى 75 جرام من الزبدة السايحة، يعني ربع كوب زائد معلقة كبيرة. ممكن تضيفوا زيت، بس انا بحب طعم الزبدة قوي، يعني فيه بيخلي طعمه حلو. ضفت بقى 2 كوب من الحليب. وضفت بقى معايا دقيق، معايا 3 اكواب من الدقيق، يفضل ان هو يكون منخول. ومعايا 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهقلب بقى الخليط معايا كده، وانا بقى ايدي في الخليط كده على طول بقلبه. انا حسيت معايا ان هو تقيل شوية، فضفت حليب تاني. يعني هو اخد معايا 2 وربع كوب. ممكن انتوا ياخد معاكو ال2 كوب، بس ممكن ياخد معاكو اكتر. المهم الخليط معانا يبقى ده القوام بتاعه. عندي بقى طاسة صغيرة كده، انا بحبها اذا كنت هعمل بانكيك او القطايف، يعني الحاجات اللي هي حجمها كده معروف. انا بحب قوي اسوي فيها البانكيك كده، يعني بتخلي التسوية بتاعته مظبوطة وما يفرش مني قوي ولا يوسع، لا يبقى الحجم بتاعه مظبوط. انا بضيف كده اقل من نص كوبايه، ده كان حجم حلو بالنسبه لي وسمك حلو قوي. انا مش بحبه رفيع خالص ولا بحبه تخين، لا، يعني يكون السمك بتاعه كده كويس. واول ما يبدا يطلع كده فقاقيع، اللي هو فقاعات الهواء دي، ببدا اقلبه الناحيه التانية. بصوا كده، اول ما يعمل الفقاعات دي بروح قلباه بقى الناحية التانية، بيكون بنفس اللون كده، لون واحد، والتسوية بتاعته يعني ممتازة. لان انا بحطه الطاسة سخنة، وبعدين النار بتكون يعني حرارة متوسطة. الحرارة ما تكونش عالية قوي عشان ما تحرقهوش وهو من جوه لسه عجين، لا، يبقى كده الحرارة بتاعته متوسطة، هتسويه معانا كويس قوي. بصوا بقى، انا اول واحده يعني طلعت معايا باللون ده، لا ما تطلعهاش باللون ده، بس هي اول واحده يعني تيست كده، اختبار، وبعدين بتظبط معاكم ما تقلقوش. بصوا بقى، تسويته كلها لون واحد، كمان السمك بتاعه حلو قوي. انا نص كوب، يعني ما كنتش بملاه قوي، وكنت بحطه في الطاسه كده. بصوا بجد حلو قوي. قدموه بقى مع الفواكه اللي تحبوها ومع الطريقه اللي تحبوها. ممكن سادة كده، انا بحبه سادة كده بيكون طعمه حلو برضو. دي طريقة المطاعم بقى بتقدمه كده. يعني نحب ندلع نفسنا كده، او يعني فايقين بقى مع كوباية من القهوة او النسكافيه، يعني حاجة تحفة. وبصوا كمان طري جدا وهش، بصوا طري ازاي. ويفضل ان احنا ناكله كده، يعني اول ما نخلصه على طول ما نسيبهوش اللي هو يبرد او وقت، لان وهو يعني دافي كده في حرارة بيكون حلو قوي.
في بقى ضفت عليهم كده يعني شوكليت. ممكن تضيفوا بقى مثلا كراميل لو حابين، زبدة لوتس مثلا، براحتكم الطريقة اللي تحبوها. ممكن رشة من السكر البودر مع موز وفراولة مثلا، تكون حلوة قوي. انا ده بقى حبيت اعمله زي الساندوتش كده، بيكون حلو قوي، وكمان الاطفال بتحبه بالطريقة دي قوي وهتفرح بيه جدا، يعني بيكون طعمه حلو قوي ليهم. انا كده حطيت في النص شوكليت وقفلت كده الاتنين على بعض، كان طعمه حلو قوي كمان مشبع، يعني للاطفال بجد اكلة حلوة قوي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.